سلام، انا جايه النهارده اغير مفهومكم عن الفراخ المشويه، وبجد هنعملها باسرع وباسهل وبابسط طريقه ومن غير اي شوايات ولا فحم ولا اي حاجه، وهنعملها في فرن البيت عادي. بجد طعمها حلو قوي ولازم تجربوها على طريقتي. اول حاجه هنجيب فرخه ونقطعها وننضفها ونشيل الجلد منها، وكمان هنضيف ليها البهارات اللي انا هكتبها لكم في الكابشن، وعصير توم وبصل وفلفل ومعلقتين زيت زيتون كبار، وكمان عصير ليمونه كبيره، ومعلقتين من الخل الابيض، ومعلقتين من دبس الرمان، ومعلقتين صلصه. ولازم تعملوا فتحات في الفراخ علشان كل الخلطة اللي احنا عملناها دي تخش جوه قلب الفراخ وتديها الطعم التحفة اللي هيعجبكم جدا. وبعد كده نكون مجهزين صينية ومقطعين فيها بطاطستين كبار، وهنحط عليها الفراخ، ونضيف كمان مية البصل اللي احنا عاملينها، وندخلها على الفرن، ويكون متشغل قبل كده على درجة حرارة 180. واقسم بالله الريحة قلب الدنيا واخدت وش من غير ما احط عليها اي حاجة. لازم تجربوها على طريقتي ومش هتندموا، بجد الطعم يجنن. ما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب، وكمان تعملوا سيف للفيديو وتقولوا لي في الكومنتات ايه الاكلة اللي انتوا تحبوني اعملها المرة الجاية، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.